مساء الفل عليكم. النهارده هتكلم عن مسلسل سفاح الجيزه، وهو احدث مسلسلات منصه شاهد VIP، ومن بطوله احمد فهمي وباسم سمره وركين سعد وصلاح عبد الله وحنان يوسف وعدد كبير من الفنانين. اقدر اقول ان اول حلقتين جيدين جدا وبدايه مبشره جدا. عجبتني طريقه السرد اللي ماشي بيها المسلسل، ولقيت نفسي في كذا تايم لاين، وشويه تلاقي حدث وشويه حدث تاني تم استعراضها في اول حلقتين. هي علاقات سفاح الجيزه النسائيه، وخصوصا انه بيستخدم كذا اسم، جابر وحسن ومحي ويوسف، وكمان علاقته مع امه. الشخصيات تم تقديمها بشكل رائع، كمان انت ما فيش شخصيه واثق فيها، وكل شخصيه اكيد عندها باك جراوند هنعرفه في الحلقات الجايه. انما اكتر خط عجبني هو خط شخصيه زينه اللي بتجسدها ركين سعد، والخط اللي بعده هي شخصيه الام. متحمس جدا اعرف مصير الشخصيات دي هيبقى ايه. كمان الحوارات بين الشخصيات كانت متقنه، وكل مشهد حواري قدروا انه يبقى علامه في المسلسل. ومن اكتر مشاهد الحوار اللي عجبتني مشهد احمد فهمي وباسم سمره، مشهد احمد فهمي وركين سعد، مشهد احمد فهمي وامه اللي بتعمل دورها حنان يوسف. وطبعا اسم احمد فهمي اتكرر في كل مشهد، انا قلت انه عجبني. ويلا بينا نتكلم عن الاداء التمثيلي. احمد فهمي اداؤه رائع، وتقريبا مع نهايه المسلسل لو استمر على نفس المستوى هيبقى نقله كبيره في تاريخه اكيد. ركين سعد ادائها جيد جدا، باسم سمره كويس بس لسه مستني منه اكتر من كده. حنان يوسف جيده جدا. باقي الكاست اداؤه كان جيد، بس انا محتاج ان لسه اكمل باقي الحلقات عشان اقدر احكم عليهم بشكل نهائي. على مستوى الاخراج هادي الباجوري بيقدم صوره رائعه، وعندنا كذا كادر في المسلسل متميزين جدا، والموسيقى التصويريه رائعه، واستخدام الاغاني جيد جدا. اتمنى المسلسل يستمر بالمستوى ده، واتوقع انه هيكون من اهم المسلسلات المصريه في اخر 5 سنين، واول حلقتين بتقول كده. التقييم طبعا هيبقى بعد انتهاء المسلسل. وبس كده، لو الرأي عجبكم اعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب. بس كده، سلام.